الاهلي يتعادل مع الرجاء في المغرب في ملعب مركب الخامس، ملعب غلس جدا، ملعب كنز، ملعب مش اي حد يقدر يلعب عليه. مباراة صعبة جدا، قلت لك انها هتكون صعبة على النادي الاهلي، ولكن الحمد لله بخبرات لاعبي النادي الاهلي وبخبرات مارسيل كولر او عمي كولر، الحمد لله الاهلي قدر يتعادل مع الرجاء المحترم في وسط الجماهير المحترمة 0-0، ويصعد الاهلي لقبل النهائي. ويمكن لما الاهلي صعد من المجموعات بصعوبة جدا بعد تعادل الهلال وصن داونز الجنوب افريقي مع بعض طبعا في السودان، قلنا ان شاء الله الاهلي هيفوز على الهلال في مصر، ويكون البطولة دي في النادي الاهلي ان شاء الله، لان دايما الاهلي لما بيصعد من المجموعات بيكون الاهلي كويس. قبل ما نبدأ في الحلقة وقبل ما ادخل في اي حاجة، شفت بعض من جماهير النادي الاهلي بتتكلم بتقول فين اداء النادي الاهلي وفين النادي الاهلي وفين مش عارف ايه. اتكلم يعني هو ينفع نرد على الناس دي بجد؟ يعني بجد ينفع نرد على الناس دي؟ ينفع نرد على الناس اللي بتقول فين اداء الاهلي، فين لعبة الاهلي، فين؟ انا شفت الكلام ده فعلا، انا شفت الكلام ده على الفيسبوك وشفت الكلام ده على السوشيال ميديا. فين اداء الاهلي، فين لعبة النادي الاهلي، فين الملايين، في ايه يا جدعان؟ انتوا واعيين اللي انتوا بتقولوه؟ في مصر الاهلي كان ماسك المباراة، في المغرب طبيعي الرجاء مش هيبكي على حاجة. قبل ما تتكلموا وتشوفوا اداء النادي الاهلي، شوفوا وقفة اللعيبة، شوفوا تحركات اللعيبة، شوف الهجمة لما بتيجي معاك انت بتعمل ايه. انا بصراحة استغربت من الكومنتات او استغربت من البوستات اللي شفتها من الناس اللي بتعلق على اداء النادي الاهلي في المغرب، وده اللي احنا كنا متوقعينه والدنيا كلها متوقعاه. قبل ما ادخل على حلقتنا فضلا وليس امرا، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل كل الناس، ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاهلي يتعادل مع رجاء المغربي في المغرب، مباراه صعبه جدا، مباراه كنا متوقعين الاداء والدنيا كلها توقعت الاداء. الحمد لله الاهلي لعب بتشكيل كويس جدا كالعاده. مارسيل كولر بيبدا بالناس دي في الماتشات القويه، وفي برضو الناس اللي بره زي اللي جوه. الناس اللي بره تبقى مستعده ان هم يلعبوا المباراه. مارسيل كولر غير وضعيه عند النادي الاهلي، عمل الاحتياطي زي الاساسي والاساسي زي الاحتياطي. اللي بينزل من بره ما بتعرفش هو احتياطي او اساسي عكس المرات اللي فاتت. الحمد لله مارسيل كولر بدا بتشكيل اتكلمت فيه النهارده الظهر، بدا بمحمد شناوي في حراسه المرمى، اتنين مساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، محمد هاني باك رايت، على الشمال طبعا علي معلول باك ليفت، ثلاثه ديفندرات بما فيهم صانع العاب اللي هو حمدي فتحي، ولكن في اغلبيه الوقت كان بيلعب ديفندر حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه. واتكلمت وقلت مع عمرو السوليه المفروض ما يلعبش المباراه دي، الملعب كنز. ثانيا مش محتاجين دور عمرو السوليه في المباراه دي عشان مش بيدافع كتير، محتاجين حمدي فتحي يقدر يهاجم يكمل في الهجوم ويقدر يرجع يدافع ويقدر يعمل عمق دفاعي في خط الظهر ويقدر يعمل عمق دفاعي في خط نص الملعب وتقدر تستخدمه كمساك برضه في اي كرة عاليه. الحمد لله مارسيل كولر لعب بحمدي فتحي، ثلاثه في الخط الامامي بيرسي تاو، حسين الشحات، وراس حربه صريح محمود عبد المنعم كهربا. يمكن الاهلي افتقد حاجه مهمه النهارده عكس الماتشات اللي فاتت، الحلقه الربط ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب وخط الهجوم اللي كان بيعملها مروان عطيه. ولكن مروان عطيه كان بيعمل عمق دفاع النهارده اكتر من ان هو يقدر يوصل الناس، وسبب ان الاهلي مش بيدخل فيه اهداف الحمد لله مروان عطيه والعمق الدفاعي وان هو يبوظ الهجمه بدون فاولات وبدون خطوره علينا، مروان عطيه بيعملها كويس جدا. والاهلي النهارده حلقه الربط ما بينهم بسبب ان الملعب كنز، بسبب ان رجاء ما عندوش حاجه يبكي عليها، بسبب ان رجاء كان بيحاول يخلي الحكم يخطئ باي طريقه. ويمكن سبب تحول المباراه النهارده ركله الجزاء اللي ضاعت من الرجاء، اللي انا شايفها ركله جزاء صحيحه فعلا، ما ينفعش نقول غير كده. اليو ديانج تهور مع اللاعب، اليو ديانج خبط رجل اللاعب ودي كانت باينه قوي. اي نعم الحكم كان كويس جدا النهارده، ولكن الخبطه دي هو من بدايه المباراه سبب ان الحكم ما يحسبهاش من بدايه المباراه. واللاعيبه الرجاء عايزه تغلط الحكم باي طريقه، عايزه تاخد ركله جزاء باي طريقه، عايزه تعمل اي حاجه في منطقه الجزاء باي طريقه. كل كره بيقعوا فيها، ولكن الحكم ما حسبهاش ورجع للفار وحسبها. والحمد لله كانت نقطه تحول للنادي الاهلي ونقطه تحول المباراه ان ركله الجزاء دي ضاعت، اللي كانت في الدقيقه 45. وحدث ولا حرج لو الرجاء احرز هدف في الشوط الاول هينزل الشوط الثاني
بعبع، هينزل الشوط الثاني هيفترس. جبت جون، فاضل لي جون، اقدر اتعادل، اقدر اعمل زي الوداد. حتى لو الماتش خلص 2-0 لرجاء كان هيكون في ركله جزاء، حتى لو رجاء خرج منها، ولكن يبقى عمل اللي عليه ورد اللي حصل في مصر، الهزيمه اللي حصلت في استاد القاهره 2-0. ولكن الحمد لله ربنا كبير، الحمد لله. محمد شناوي اي نعم راح مع الكوره، لكن الكوره كانت رايحه في مكان صعب جدا. الحمد لله. النهارده مروان عطيه كان نقطه ارتكاز لنص الملعب، اي نعم ما وصلش كوره كتير بسبب ضيق الملعب زي ما قلت لك، وبسبب ضغط لاعبي الرجاء. ولكن مروان عطيه النهارده كان بيعمل حاجه مميزه جدا، ان هو كان بيلعب في ظهر اليو ديانج وظهر حمدي فتحي، بيلعب ليبرو لنص الملعب. الميزه دي عند مروان كويسه جدا، لان علي معلول لو راح بتلاقي مروان عطيه اتحرك قطري ورا علي معلول، لو محمد هاني راح هتلاقيه اتحرك قطري ورا محمد هاني، كذلك الامر ورا حمدي فتحي ورا اليو ديانج. في دي ميزه مهمه جدا عند مروان عطيه، وبنقدر نستفاد من مروان، ومارسيل كولر بيقدر يستفاد من مروان عطيه. وحتى لما يكمل في الزياده بيكمل، وعارف هو بيكمل ازاي، وعارف الكره رايحه فين. ويمكن في ميزه عنده، ميزه كويسه جدا، ان هو بيكمل وعارف ان الكره هتروح له وبيكمل. مش المهم ان هو يكمل في الهجوم، المهم ان هو يكمل في ظهر الكوره، عشان خاطر لو الكره اتقطعت من اصحابه يقدر يدافع عنها. النهارده حسين الشحات وبيرسي تاو كانوا عاليين قوي، ولكن لما الكوره بتكون تحت رجليهم، لما تكون الكوره بتكون تحت رجليهم بتقدر تستفاد منهم، بيقدر يصنعوا الخطوره. حسين الشحات غصب عنه النهارده كان بيقدر يرقص واحد والتاني والتالت، لكن اللعيبه بتضغط عليه بطريقه غير طبيعيه، واللعيبه بتاعت الاهلي مش بتكمل. حتى لو كملت بتلاقي ضغط قوي جدا على حسين الشحات وعلى بيرسي تاو. بيرسي تاو في الكور الفرديه عالي قوي، وفي الدفاعيه في الشوط الاول ما كانش بيدافع مع محمد هاني، والشوط الثاني قدر يقف صح، وقدر مارسيل كولر يريحهم عشان خاطر مباراه الزمالك اللي جايه ان شاء الله. الف الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله عقبال مباراه الترجي. ولكن نركز المره دي بقى، نركز في مباراه السوبر وننسى افريقيا، عشان مباراه السوبر مصعبه بسبب الاحداث اللي بتحصل دي. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك. فضلا وليس امرا، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.